لو بتحس بحموضة وحرقان في صدرك، بس السؤال المهم، إمتى الحموضة تكون خطيرة؟ كتير مننا حس بالحموضة، بس المهم نعرف إمتى تكون علامة خطر. الإحساس ده، الحرقان في الصدر أو الطعم المر، هو ده اللي بنسميه حموضة. طيب إمتى بقى الحموضة العادية دي تبقى إنذار حقيقي؟ ده اللي هنعرفه. مبدئياً كده المشكلة في المريء مش القلب، الحمض بيطلع لفوق، والارتجاع ده هو السبب في الإحساسين المعروفين بتوع الحموضة. يا إما حرقان في الصدر أو طعمه مش حلو في البق، وممكن الاتنين مع بعض. طيب إيه بقى اللي بيسبب ارتجاع الحمض ده من الأول؟ من الأكل التقيل والمقليات للتوتر والوزن الزايد، كلها أسباب شائعة. والخبر الحلو إن الحل ممكن يكون في شوية تغييرات بسيطة في يومنا. زي مثلاً نقلل أكل معين، نرفع راسنا وإحنا نايمين، ونشرب مية كفاية. في كمان أدوية، بس دي طبعاً لازم تكون بعد استشارة الدكتور. بس الأهم من كل ده، إمتى نعرف إن الموضوع بقى أكبر من مجرد حموضة؟ دي بقى العلامات اللي لو ظهرت لازم نقف عندها وناخد بالنا كويس. زي لو الحموضة بقت يومية أو في صعوبة وألم مع البلع. أو لو في ألم شديد في الصدر وترجيع بيتكرر كتير، دي ممكن تكون حالة طوارئ. ونفس الكلام لو في فقدان وزن غريب أو كحة مزمنة مش بتروح. كل دي علامات خطر ما ينفعش نسكت عليها، ولازم نروح لدكتور متخصص. الخلاصة، لازم نفرق بين العرض البسيط والإنذار المهم عشان صحتنا.